بسم الله الرحمن الرحيم. معكم آلاء أشرف أمين، وأقدم قصة إسلام عمر بن الخطاب. حقيقة عمر بن الخطاب كان عايز يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة نعم، وأخذ سيفه وخرج إلى دار الأرقم حيث يجتمع المسلمون، وأثناء ما هو ماشي في الطريق بكل جبروت حيث لا يعترض طريقه أحد، قابل واحد من الصحابة اسمه نعيم بن عبد الله. ولما تقابل نعيم قال له عمر ما لك تمشي هكذا؟ قال له أريد محمد دلني عليه. أغرتك نفسك يا عمر؟ فرد عليه عمر ويحك وصبئت عندهم، بمعنى تركت دين الجاهلية ودخلت الإسلام. وهنا نعيم رد له شنو؟ قال له اذهب إلى بيتك لتعلم من الذي صبئ. يعني بتقصد انه في واحد من آل الخطاب دخل الإسلام. هنا جن جنون عمر وتوجه إلى البيت. البيت كان فيه أخت فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد اللي هو ابن عمه، وخباب بن الأرت اللي كان بيعلمنا القرآن. فعمر بن الخطاب حتى كانت مشيته وهو جاي من بعيد معروفة، كان يضرب الأرض ضربا. فأول ما سمعوه جاي من بعيد مبدئيا كده خباب بن الأرت دس ورا الباب. ده عمر ما في تفاهم أصلا، ظاهر المشي إنه ما جاي لخير. جلس الباب وقال لهم ماذا تصنعان؟ وهنا سعيد رد له مباشرة قال له أما ترى يا عمر أن الحق قد يكون في غير دينك؟ يعني ما حصل تخيلت يا عمر بن الخطاب إنه الإسلام ممكن يكون الحق والجاهلية وما عليها هم الضلال؟ هنا عمر شال ودق به الأرض من غير أي تفهم وجثى على صدره وضربه. جاءت أخته عشان تدافع عن زوجها فضربها هي حتى أدمى وجهها. لا إله إلا الله. لما أخته وقعت في الأرض وقعت معاها الصحيفة اللي كانت بتقرأ منها القرآن. شال الصحيفة عمر بدأ يقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، لحد ما انتهى من الآيات هو بيقرأ بكل طمأنينة. هنا الوضع راق، وسعيد وفاطمة بيقوا يعانوا له عشان يشوفوا ردة فعله. بعد ما انتهى عمر بن الخطاب من قراءة الصحيفة قال لهم إن الذي قال هذا الكلام لا يستحق أن يعبد أحد سواه، الله أكبر. أقسم بالله أنا فرحانة تقول الكلام ده حصل الآن. وموقف الطريف شنو الموقف الطريف؟ إنه خباب بن الأرت اللي دس ورا الباب يا دوب طلع عشان يشوف الحاصل شنو، لأنه قبيل عمر كان جاي وهو غضبان. أما الآن فالوضع عادي. عمر بن الخطاب قال له خباب دلني على محمد، فخباب مشى يوديه للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تأكد إنه رايق وإن شاء الله ماشي لخير. لما وصلوا دار الأرقم الصحابة تفاجئوا بحضور عمر بن الخطاب وكلهم هبوا للدفاع عن النبي لأنه كان واحد من المشركين ويمكن يأذيهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دعوه لأنه يعلم لماذا أتى وهو الذي لا ينطق عن الهوى إنما هو وحي يوحى. وفي المشهد ده تقابل النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب وجها لوجه، وهنا قالها عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ها قد أسلم عمر وجهر بإسلامه وأخبر كل قريش وكل ساداتها وكل جبابرتها، حتى إنه مشى لأبو جهل في بيته دق له الباب قال له لقد دخلت في دين محمد وأعلم في خيلك أركب. ما كده بس، مشى كلم أكتر واحد بينقل الأخبار في مكة، قال لهم شوف لي أكتر زول بتاع شمارات في مكة كلها وكان اسمه جميل. قال له يا جميل لقد أسلمت. هنا جميل هب ينشر الخبر في كل أرجاء مكة ومن كل قريش. ما كان في زول قادر يفتح خشمه أو يمد يده على عمر إلا عتبة بن ربيعة. لما عتبة بن ربيعة مد يده استلم عمر بن الخطاب ورماه في الأرض وضربه أمام الجميع، وقامت أحداث ومشاكل كثيرة في وسط مكة معروفة في التاريخ. تخيل أن يختارك الإسلام ليعتز بك، تخيل أن تكون أول رجل ينصر عزة هذا الدين الذي انتشر في كل العالم. سيدنا عمر بن الخطاب كان رجل بمعنى الكلمة، هيبة وجبروت يمشي على الأرض، حتى إنه إذا قابل واحد من الصحابة كده هزيل ولا باين عليه الضعف بيقول له أمت علينا ديننا أماتك الله، اعتدل في مشيتك وأصهر عزة المسلمين. ودي رسالة واضحة وصريحة لكل الناس اللي بيقولوا إنه الإسلام عبارة عن ضعف وتقشف وفقر ومسكنة، وإنك أنت لازم تبين زول مسكين عشان تبين زول كده ملتزم ومسلم وهكذا.
لا ورب الناس، الإسلام عزة وكرامة ومال وجاه وسلطان وجبروت وحرية وسلام وعدالة.